عاوزك تفكر كده معايا. ايه ممكن يخلي واحد هادي وحياته مستقرة وماشية طبيعية؟ 야, 사이렌 뭐야? يوصل بيه الحال انه يطارد واحد بالموتوسيكل بتاعه. ومش كده وبس، ده كمان بيستحلف له انه هينتقم منه قريب. وعلشان نعرف ايه وصله هنا، تعالوا بينا نبدأ الحكاية من اولها. بس قبل ما نبدأ الحكاية، عاوزكم تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم باقي الملخصات الجديدة ان شاء الله. ده اسمه تايجون، شخص بسيط وغلبان، نقدر نقول عليه أطيب خلق الله. بيشتغل كعامل توصيل ودايما في حاله وبيحب يساعد الناس. يعني في مرة وهو بيوصل أوردر لدور عالي، بيلاقي إنهم مانعين عمال التوصيل إنهم يركبوا الأسانسير، وبالرغم من كده بيطلع على السلم بسرعة ويوصل الأوردر للعميل. ولما بيلاقيه راجل مسن، بيعرض عليه إنه يرمي له الزبالة، وبالفعل بياخد الزبالة ويرميها. بعدها بيكون رايح يستلم الأوردر الجديد اللي هيوصله، ولما بيوصل بيشوف واحد زميله بيخبط في كتف واحدة غصب عنه، فبيروح زميله يديله الاوردر. لكن قبل ما بيديهوله، بتعدي البنت دي بالعربيه بسرعه وبتاخد منه الاوردر وترميه على الارض كنوع من الانتقام. ورغم انهم بيكونوا بعدوا في المسافه، الا ان جون بيركب الموتوسيكل بتاعه وبيبدا يطاردهم. وبنكتشف انه كويس جدا في السواقه، وكمان حافظ المدينه كويس بما انه يعني عامل توصيل، وفعلا بيقدر يوصل لهم وبيوقف الموتوسيكل بتاعه قدامهم. وبعد كل المطارده دي، كل اللي بيعمله انه بيديلهم الاكل اللي بوظوه وبياخد حسابه. بعدها بيروح يقابل اخوه واللي اسمه تايجين، وبيقعدوا ياكلوا سوا. وبيكون جون مهتم باخوه وبدراسته، وبينصحه انه لازم يذاكر كويس وينجح علشان ما يضرش نفسه. بعدها على طول بيروح جين، وبيجي له على طول رساله على موبايله، وبيكون فيها ان اخوه حول له 500 الف وون في حسابه، وده علشان يشجعه يذاكر علشان امتحاناته قربت. بعدها بيروح جون على المشتل بتاعه اللي ناوي يفتحه قريب، واصحابه دايما بيساعدوه فيه، وبيكون بيحب الزرع جدا وذوق حلو في الورد زي مامته اللي ماتت. وبعد ما بيخلصوا، بيفضل يتكلم مع حبيبته اللي اسمها سوجي. تاني يوم بيروح جون يوصل الطلبات بتاعته، وهو نازل من العماره بيشوف نوع معين من الزرع هيبوظ، فبيبعده عن الشمس، وبيكتب ملاحظه ان النوع ده ما ينفعش يتعرض للشمس. واول ما بيخرج من العماره، بتطلب منه ست عجوزه مساعده، وبتقول له ينقل لها شنطه السفر للجنب التاني من الطريق، لكنه بيكون مستعجل فبيشد الشنطه وينقلها بسرعه علشان يكمل شغله. وبالليل بيدخل سوبر ماركت يجيب اكل، وبيطلع ياكله بره في فتره الاستراحه بتاعته. وهو بياكل بيلاقي موبايل غريب وراه بيرن، فبياخد الموبايل وبيرد على الرقم اللي بيرن. فبترد عليه واحده وبتقول له انها صاحبه الموبايل، وبتترجاه انه يوصل لها الموبايل لانها مش هتعرف تروح لاي مكان دلوقتي، وده بسبب ان والدتها رجلها مكسوره ومش هتقدر تسيبها لوحدها. وبتعرض عليه انه لو وصل الموبايل هتديله 300 الف وون، وبتبعت له العنوان وبيروح عليه. فبيلاقي نفسه عند نفق، وبتتصل عليه وبتقول له ان والدتها تعبت اكتر ومش هتقدر تجيله، وبتطلب منه يسيب الموبايل عند كابينه موبايلات في نص النفق، وهناك هيلاقي الفلوس اللي متفقين عليها. فبيروح ياخد الفلوس ويسيب الموبايل. ولما بيخرج، بتتحرك العربيه اللي جنبه فجاه وبتكون خلاص هتخبطه، لكنه بيتفاداها ويمشي. تاني يوم بيكون بيحيي ذكرى وفاة والدته في المشتل بتاعه، وبيجي عليه اخوه، وده برغم انه منبهه ما يجيش ويذاكر علشان امتحاناته. وبعد شويه بيكون في مطر فبيخاف على الزرع، وبيبدا يدخله المشتل علشان ما يبصش، وبيصوره ويبعته لسوجي. وفي الوقت ده بيتفاجئ ان الباب بيخبط عليه، ولسه هيفتح الباب بيقتحم رجال الشرطه شقته، وبيقولوا له انه متهم في قضيه قتل واغتصاب ولازم يوكل محامي، وبياخدوه على اسم الشرطه. وبينتشر الخبر في كل مكان، والبلد كلها ما بقاش لها سيره الا قضيه جون. وفي غرفه التحقيقات بيستجوب الضباط جون، وبيكون تهمته انه خلص على واحده بعد ما اعتدى عليها، لكنه بيفضل يقول لهم انه ما يعرفهاش، وان اصلا ليه ممكن يقتل اي حد. وفي اللحظه دي بيكون كل همه انه يقفل المشتل بتاعه، وده لانه خايف على الورد لا يدبل. وفي الوقت ده بيجي 2 من قسم التحقيقات الجنائيه، وبياخدوا منه عينه علشان يحللوها. بعدها بيجي اصحابه يزوروه، وبيقولوا له ان الوضع بره بيزداد سوء، وان كل معلوماته الشخصيه اتسربت، لكن انت ما تهتمش باي حاجه تسمعها، ومصير الحقيقه تبان والناس تعرف انك بريء. وبتكون سوجي حزينه عليه جدا،
وبتهتم بالمشتل هي وجين اخوه واصحابهم، وكمان بيوكلوا له محامي. بعدها بتروح سوجي تزوره، ولما بتشوف الكلبشات في ايده بتتصدم وبتساله وهي في عينها الدموع اذا كان هو اللي عمل كده، فبيقول لها اكيد لا وانه مستحيل يعمل كده، وبينصدم من سؤالها، لكن بترد عليه بسرعه وبتقول له انا كان نفسي بس اسمعها منك، انا متاكده انك عمرك ما تقتل حد، وبتوعده انها تعمل كل حاجه تقدر عليها علشان تساعده. بعدها بيقعدوا مع المحامي اللي بيقول لهم انه انسب طريقه علشان جون يطلع براءه اننا نثبت انه كان مشغول في وقت الجريمه. فبتقول له سوجي يعني لو قدرنا نثبت انه اخر يومين كان شغال بشكل طبيعي وما كانش بيضيع ولا ثانيه لحد الوقت اللي بعد الحادثه، كده هيقدر يخرج من القضيه. ووقتها اصحابه بيفرحوا وبيبداوا يدوروا على كل الادله اللي تثبت براءه جون، وبيتتبعوا سجل الشغل بتاعه وبيجيبوا مواعيد وتحركات جون في اليومين اللي فاتوا كاملين. وفي نفس الوقت بيبدا جون يفتكر كل الحاجات اللي عملها في نفس المده ويكتبها، وبعدين بيقولها لسوجي، واي حد كانوا بيلجأوا له كان بيساعدهم على طول، وده علشان سمعه جون الطيبه، لدرجه انهم حتى لما بيحتاجوا سجل كاميرات المراقبه بيكونوا خلاص هيصوروه بالموبايل، لكن صاحب المتجر بيقول لهم لا انا هعمل لكم نسخه تانية تاخدوها. ولما بيعرضوا الادله دي على المحامي بيتفاجئ من كم المجهود اللي عملوه، وبيفرحهم ان جون خلاص هياخد براءه. وفي يوم المحاكمه بيبدا المحامي بتاعه يتكلم وبيقدم كل الادله اللي اتبرأوا، وبعد ما بيخلص يجي النائب العام ويعرض له شريط تحركاته، وبيقول ان فعلا كل اللي المحامي قاله صح، وانت فعلا شاب مجتهد بشهاده الكل، وانا شخصيا اتمنى تكون بريء، لكن انا عندي شويه اسئله قلقاني عاوزك تجاوبني عليهم. وبيعرض له كاميرا مراقبه وهو بيوصل اوردر لبيت الضحيه، وبيقول له انت ممكن تكون وصلت لها اوردر زي اي شغل ليك عادي، لكن الغريب في الاوردر ده انك اتاخرت فيه 7 دقائق كاملين. فبيفتكر جون ان الوقت ده اللي كان فيه الزرع هيموت بسبب الشمس وحركه من مكانه، فبيرد على الدفاع وبيقول له ان ده اللي حصل واكيد هو ده اللي اخره. فبيعرض النائب العام الفيديو اللي بعده وقت ما كان بيجر الشنطه، وبيساله ليه كان مستعجل كده، فبيفتكر جون ان الشنطه دي بتاعت الست المسنه اللي طلبت منه ينقلها لها، لكن للاسف الكاميرات بتكون جايباها هو بس، وبيقول ده للنائب العام، لكن النائب العام بيفاجئه وبيقول له ان دي نفس الشنطه اللي الضحيه كانت فيها قبل ما تترمي في النهر. وقتها بيبدا جون يتوتر جدا، لكن النائب العام ما بيدلوش اي فرصه، وبيساله ليه كان معاه موبايل الضحيه، فبيشرح له جون اللي حصل يومها وانه لقاه ووصله بنفسه. وطبعا بعد كم الصدف دي بيقول له النائب العام ان المكان اللي وصل فيه الموبايل كان جنب المكان اللي لقوا فيه الجثه، وبيعرض قدام الكل الصوره كامله، وكده تحركات جون من اول اليوم متناسبه تماما مع تحركات الضحيه من وقت ما كانت في الشنطه. لكن كل ده ما كانش كفايه انه يدين جون، فبيفجر النائب العام مفاجاه، وهي ان حمضه متطابق بنسبه 100% باللي لقوه عند البانيو اللي اتخلص فيه من الضحيه، وبيقول لهم ان ال7 دقائق اللي اتاخر فيهم كان علشان ينظف ايده ويلم اي اثار تدينه من مسرح الجريمه، بس للاسف ما لحقش يجمعها كلها. وقتها جون من كتر الرعب ومن كميه المواقف اللي متفصله عليه بينفعل اكتر، وبيبدا يصرخ ويقول لهم انا بريء، لكن طبعا كل الادله ضده. وبيرجع جون تاني على الحجز، وهناك بتزوره سوجي وبتعرفه انه المحامي ساب القضيه، وبتساله عن الصور اللي هي مدياهوله، ولما بينسى هو فين بتنهار وتصرخ في وشه وبتقول له انا واثقه فيك جدا، بس الصور انا شفته جنب البانيو، وبتعرفه انها مش هتقدر ابدا تستناه، وبتسيبه وتمشي. بعدها بيترحل جون على السجن، وكل ده وهو مش مستوعب اي حاجه بتحصل. تاني يوم بيكون اول يوم لجون في السجن، وبيكون باين عليه اثار التعب والارهاق، وبيبدا يحكي لنا عن معاناته جوه السجن، وبنعرف ان لو سلوكه كان كويس وقتها ممكن يتصنف للمستوى الاول، وممكن يخرج براءه في مده اقل من اللي المفروض يقضيها. بعدها بيجي له محامي اسمه كيم وبيعرف له نفسه، وبيقول له يحاول يفتكر اي تفاصيل تانية يقدر يساعده بيها ويثبت بيها غيابه. وفعلا جون بيبدا يفتكر، وبيقول له ان الصور اللي كان في مسرح الجريمه ده مش بتاعي، وان الصور بتاعي وقع مني لما كنت نايم عند جين. فبياخد المحامي منه عنوان اخوه علشان يحقق في الموضوع، وبيقول له ما تقولش الكلام ده لاي حد تاني وخليه سر. بعدها بيرجع جون للسجن، وبياخد واحد من المساجين بالعافيه وبيوديه الاوضه جانبيه كده، وبيكون مستنيه كبير السجن واللي اسمه ديكسو، واللي حواليه دول العصابه بتاعته، وبيسالوا ديكسو عن نوع الحكم اللي عليه، فما بيرد جون وبيحاول يهرب منهم، لكن واحد من رجاله ديكسو بيمسكه يعذبه وبيجبره يرد، فبيقول لهم جون انه واخد حكم مؤبد، وقبل ما يكملوا عليه بيكونوا الضباط في دوريه وبيمروا على المساجين فبيسيبوه. تاني يوم بيشوف جون ديكسو ورجالته بيعذبوا واحد على الاكل، والكلام ده بيكون قدام الكل ومحدش عارف يدافع عنه، فبياخد جنبه وبيقعد ياكل، وهو بياكل بيجي يقعد مع 2 وبيبداوا يحكوا له قصه ديكسو وانه محكوم عليه بالمؤبد، لكن علشان هو غني جدا وعنده عصابه بره وجوه السجن فالحكم اتخفف ل 12 سنه بس، وبيكون بيضرب اي حد جاي في تهمه اغتصاب، وده لانه اعتدى على اخته وكمان خلص عليها. ولما بيخلصوا اكل ياخدوا ال2 دول ويروحوا يسلموه لرجاله ديكسو، وبيكونوا هم كمان اصلا من رجالته. بعدها بيجي له المحامي تاني وبيعرفوا ان اخوه خلص على نفسه، وده بسبب انه مش قادر يتحمل اللي حصل له، وبيوري له كمان الفيديو اللي كان طالع فيه لايف. وهنا كانت الفاجعه، فكما قال الشاعر عزت علي مشاعري فدفنتها بعد الزبول فمت قبل
قبل أواني، لا شيء يطفئ عبرة مخنوقة في القلب إلا رحمة تخشاني، للظلم ألف طريقة وأشدها أن يعبس الإنسان بالإنسان. وقتها بيكون جون جاب آخره من كل اللي بيحصل، فبيخرج يمشي وسط المساجين وكل اللي رايح واللي جاي بيضربه من غير سبب، وبيبدأ يفتكر في ذكرياته مع أخوه، وبيكون مكتئب ومتأثر جدا وبيفضل يعيط، ولأن مفيش حاجة جون ممكن يعيش علشانها بيقرر يخلص على نفسه. بس فجأة بيفتكر أخوه وقت ما كانوا بيتكلموا سوا، لكن التخيل ده بيتحول لواقع وبيفضل أخوه يصرخ فيه ويقول له فوق، وفعلا بيفوق جون على سرير في مستشفى السجن، وبنعرف من كلام الدكاترة إنه بيتعالج نفسيا، وإن دي تالت محاولة ليه إنه يخلص على نفسه الشهر ده. بعدها بيروح كنيسة السجن وبيشوفوا شخص اسمه نوح، وده شخص شغال كاهن وهو المسؤول عن الكنيسة، وبيقول له إنه شافه كذا مرة بيعيط في ساحة التمرين، وإنه كان زيه كده في أول كام شهر ليه في السجن، وبينصحه إنه لازم يتأقلم ويعرف إن ده سجن وإلا هيفضل عايش بايس هنا. وأخيرا جون بينهار وبيفضل يعيط وبيتأثر بكلام الكاهن، ومن بعدها وبتبدأ حياة جون تتغير. بيبدأ يعمل لنفسه جدول وبيقول في نفسه إنه مادام كل محاولات الانتحار دي فشلت يبقى ربنا مش عاوزه يموت دلوقتي، وإنه لازم يستغل كل يوم جديد مادام لسه عايش. فبيبدأ يتمرن ويلعب رياضة وبيهتم بالزرع ويشتغل في السجن، ومسؤولين السجن لما لقوه في حاله عاوز يصلح من نفسه بدأوا يساعدوه علشان يخرج حسن سير وسلوك. وطبعا الحياة مش ورد وهتمشي دايما زي ما انت عاوز، لازم في عقبات. وعقبة بطلنا كانت ديكس ورجالته اللي عودوه يوميا على الضرب، لكنه كان بيحول الألم لأمل وحاجات التنمية البشرية دي، وبدأ يدرس وياخد شهادات مهنية كتير، والرياضة اللي بيلعبها اتطورت وبقت ملاكمة، وتعدي الأيام والأسابيع والشهور والسنين وهو ماشي على الجدول من غير ما يلخبط فيه أبدا. وبيمر 5 سنين وبنروح لمكان تاني مليان شاشات عرض كتير مع شخص ما بيبانش بالظبط هو مين، وبيكون بيراقب عامل توصيل، وواضح كده ان جون مش اول ولا اخر واحد يلبسه قضية. وفي نفس الوقت بيكون جون عمل علاقات كويسة مع مسؤولين السجن، وتحديدا مع شرطي اسمه يانج اللي بيعرض عليه يساعده ويجيب له اي معدات هو عاوزها. بعدها بيجي له نوح وبيديله الصور بتاعه، وبيقول له انه بيتمنى انه يفضل طيب واللي بيمر بيه هنا ما يغيرهوش، وبيعرفه انه هيخرج النهارده، وصى عليه علشان يكون هو الكاهن مكانه، وبيودعه وبيمشي. وقبل ما يمشي بينادى عليه جون وبيشكره على كل اللي عمله له. بعدها بيكون جون قاعد في حاله، فبيشوف مسجون جديد بيتضرب وبيحصل له نفس اللي حصل له اول ما جه بالظبط، وبعدها بيوديه الضابط الكنيسه، وهناك بيبدا جون يديله نصايح وانه مر بنفس اللي هو مر بيه بالظبط ولازم تتخطى والكلام ده. لكن اول ما بيتكلم المسجون بيقول له لو انا بس ما كنتش حاولت اوصل الموبايل لصاحبه ما كانش حصل لي كل ده. وقتها جون كأن حد غرقه ميه ساقعه، وبيكمل المسجون كلامه وبيقول له انه اتعرض عليه مبلغ مالي كبير لو وصل الموبايل، وان اكيد حد دبر له الحركه دي علشان يلفقوا له التهم، وانهم لقوا بصماته واغراضه في مكان الجريمه. طبعا جون من اللي بيسمعه كان هيتجنن. انت بتقول ايه يا عم الحاج؟ ده كأنك بتحكي اللي حصل لي بالظبط. وبيبدا يسترجع ذكرياته لما لقى الموبايل بتاع البنت الى اخره، وبيقول له كمان انه جاله محامي يحاول يساعده، ولكنه شاكك ان المحامي ده متآمر معاهم، وده لان المره الثانيه اللي ظهر له فيها المحامي كانت والدته انتحرت. وبالفعل بيكون هو نفس المحامي كيم اللي جه لجون وسمع منه معلومات عن الصور واخد عنوان اخوه، وبعدها على طول اخوه انتحر. وقتها دماغ جون كانت هتنفجر وما كانش مصدق اللي بيسمعه، وما بيقدرش ينطق ولا كلمه وما بيديش للمسجون اي نصيحه. تاني يوم بيتفاجئ جون بالمسجون وهم مخرجينه بعد ما خلص على نفسه، ومن اللحظه دي جون قرر انه هيتغير وبيطلب يقابل المحامي كيم. وبيجي المحامي وبيقول له ها افتكرت دليل جديد؟ فبيقول له جون ان الشاب اللي انت كنت بتساعده من فتره قصيره خلص على نفسه فاكره، ولسه كيم هيعمل نفسه متاثر. بيواجهه جون بكل اللي عرفه، فبيفهم كيم ان جون كشف اللعبه، فبيقفل المسجل وملامحه بتبدا تتغير. فبينهار جون وبيساله اذا كان اخوه فعلا خلص على نفسه، وبيقوم يتهجم عليه فبيحوشه الامن. فبيقرب كيم منه وبيقول له حتى لو كانت التهمه من اولها متلفقه لك واخوك ما اتقتلش وحد قتله هتعمل ايه يعني؟ انا اللي خلصت على اخوك بنفسي. فبيقسم له جون انه هيلاقي طريقه ويقتله مهما حصل. واول ما كيم بيخرج بيكلم حد وبيقول له انهم اتكشفوا ولازم يخلصوا على جون. بعدها بيروح جون الكنيسه وبنشوفه هناك بيعتذر عن كونه كاهن، وبيروح يفك مسمار من الدكه وعيونه كلها شر، وباين عليه كده ناوي على انتقام كبير جدا. بعدها بنروح لاكبر مزاد للقطع النادره في العالم، وبيكون المزاد ده على قطعه نادره اسمها ارليلي، وبيكون بين 2 شخص في القاعه اسمه شين وشخص على الانترنت اسمه يوهان، وبيفضلوا يزايدوا ويعلوا على بعض. وفي وسط المزاد بياخدوا فاصل، فبيروح شين يكلم شخص هو ما يعرفهوش وبيقول له هو لازم التمثال ده يعني ده اغلى تمثال موجود. فبيقول له شوف سعر ابنك يساوي كام، انا مش عاوز غير التمثال ده لو عاوزنا ننفذ طلبه. والمفاجاه بقى بتكون ان اللي بيكلمه يبقى يوهان نفسه اللي معاه في المزاد. ولما بيرجعوا للمزايده بيفوز شين بالتمثال، وده بعد ما يوهان وصل التمثال لاعلى سعره وبعدين سابهوله. ويا دوبك بيوصل يوهان البيت بيلاقي التمثال وصل له، فبيكلم
بيكلم شين وبيقول له اعتبر قضية ابنك اتقفلت. ووقتها بنعرف ان المسجون الجديد اللي انتحر في السجن هو كبش الفدا اللي شال قضية ابن شين. وهنا الصورة بتوضح كاملة. فاكرين لما قلت لكم ان كين بعد ما خرج من عند جون كلم شخص وقال له عاوزين نخلص عليه؟ اهو الشخص اللي كلمه ده يبقى يوهان، وشكلها كده عصابة كبيرة بتشيل اي جريمة عملها شخص غني ومعاه يدفع من عليه وتلبسها لاي حد غلبان وتخلص عليه. نرجع تاني لجون وهو ماشي في السجن، فبيقابل عصابة ديكسو اللي بيقولوا له يلا عشان تاخد حصتك من الضرب النهارده. فبيقول لهم لا ما انا مش هتضرب تاني، وبيصدوا كل ضرباتهم وبيضربهم كلهم واحد واحد ويوقعهم على الارض. وبيروح يقف قدام ديكسو اللي بيكون مرعوب وخايف يتكلم مع جون، وبيقول له جون من هنا ورايح خليكوا بعيد عني. وفي وقت الغداء بيسمع ديكسو واحد من المساجين بيحكي لصاحبه ان جون ضرب ديكسو ورجالته وهنهم، فبيتعصب جدا وبيروح عليه يضربه بمنتهى الغباء. وفي الوقت ده بيظهر مسجون تاني اسمه جانجو ومع رجالته وبيروح يقف في وش ديكسو. ولكن في وقتها افراد الشرطه بيتدخلوا وبياخدوا ديكسو لمدير السجن اللي بيكون عارف اصلا كل البلاوي اللي بيعملها وسايبه مقابل الفلوس اللي بيديها له. ومش كده وبس، ده كمان بيساعده وبيديله دايما كل المعلومات عن اي مسجون جديد بيدخل السجن. بعدها بيجي نوح زياره لجون، وبعد ما بيطمنوا على بعض بيقول له جون انه هيهرب من السجن ومحتاج مساعدته. وبعدها على طول بيبدا جون يحط خطه للهروب، فبيرسم رسمه للمكان من جوه. واول حاجه بيركز عليها بتكون اوضه التخزين، وده مكان كويس يجيب منه هدوم يهرب بيها. تاني حاجه يحتاج مفاتيح للبيبان اللي هيستخدمها. وتالت حاجه بيعرف ميعاد تغيير الضباط وبيكون الساعه 3:30، فلازم يهرب في اقل من 30 دقيقه. والمنطقه بيه فيها باب يخرجه بره ويقدر يروحها من فتحات التهويه. والزياره بتنتهي الساعه 4 وعربيه الموارد بتوصل في نفس الميعاد، يبقى لازم يكون بره الساعه 4. وفي عز تخطيطه بيدخل عليه مسجون جديد اسمه جيونج، وده هيبقى شريكه في الزنزانه، وبيكون واحد من رجاله ديكسو وداخل الزنزانه علشان يخلص عليه. لكن قبل ما يعمل ده بينجح جون انه يصد ضربته، وبتدور بينهم معركه كبيره ما انتهتش غير الصبح. ولما بيجي وقت الدوريه ديكسو بيشوف جون خارج ما فيهوش ولا خدش، على عكس جيونج اللي وشه حرفيا متدمر. وفي وقتها بيدرك جون ان كل حاجه في خطه الهروب تمام الا وجود ديكسو، فلازم يخلص منه. وفي وقت الاستراحه بيروح يقعد معاه وبيفضل يستفزه، وبيفتح كمان معاه موضوع وفاه اخته والاشاعات اللي طلعت عليها. فبيتعصب ديكسو وبيفضل يضرب في جون، وعلشان دي خطه جون بيسيبه يأذيه لحد ما افراد الامن تخش الكهرباء وتسيطر عليه، وبينقلوا ديكسو للحبس الانفرادي. بعدها بيروح له الضابط يانج وبيديله شويه معدات كان طالبها منه. ومن هنا بيبدا جون تنفيذ خطته، وبيبدل لبسه مع عامل من العمال علشان يخش المنطقه بيه، وبيستلم مفاتيح وهو داخل، وبيجيب زرعه كان مخبيها ومخبي فيها فلين، وبياخد قالب المفاتيح اللي محتاجها للهروب وبيروح يصنعها بالسيليكون وبيخبيها بين الزرع. بعدها بنتفاجئ بواحد من رجاله يوهان وهو داخل السجن، وده علشان يخلص على جون، وبيكون متنكر ان دكتور تبع الصحه وجاي يحقن المساجين بمصل، والمسجون اللي برقم جون هيديله حقنه تخلص عليه. اما جون فكان خلاص في نهايه خطته للهروب، وبعد ما بيخلص شغله بيطلب منه ضابط انه يصلح عربيته. فبيرجع جون تاني للورشه وبيطلع قالب المفاتيح السيليكون وبيبدا يصنع مفاتيح حديد بسرعه قبل ما الضابط يرجع تاني. وبعد ما بياخد المفاتيح ويمشي بيقابله جانج وبيعرض عليه انهم يتحالفوا ضد ديكسو، لكن جون ما بيتكلمش معاه وبيسيبه ويمشي. بعدها بيرجع جون الزنزانه بتاعته، فبيلاقي الدكتور مستنيه علشان يديله الحقنه، وبيساله الدكتور عن اسمه ورقمه. ولما بيعرف انه جون بيحقنه بماده سامه تخلص عليه. وبعد ما بيدي جون الحقنه بيخرج الدكتور وبيبعت ليوهان رساله بيأكد عليه فيها ان كلها 30 دقيقه وجون يموت. اما جون فكان في نفس سرعته وبيبدا ينفذ خطه هروبه، فبياخد المسمار اللي كان واخده من الدكه قبل كده وبيروح يعطل بيه الكهرباء، فبالتالي الكاميرات بتفصل، وبيروح يفتح مكتب ضابط بمفتاح من اللي عملهم، وبيدخل ياخد بطاقه هويه وبياخد ادوات النظافه وكأن عنده شغل، وبيروح يفتح اوضه التخزين وبيقدر هناك انه يبدل اللبس بتاعه، لكن بيلبس فوقه لبس المساجين برضه، وده علشان لسه مش جاهز دلوقتي. وببطاقه الهويه اللي عملها بيروح يفتح باب القطاع ايه وبيخرج يروح القطاع بي، لكن قبل ما بيدخل بيشوف ضابط جاي من بعيد فبيجري يستخبى منه، وبيستغرب الضابط ان الباب مفتوح، وكمان بيلاقي اداه نظافه على الارض فبيدخل يفتش في اوضه النظافه، لكن جون بيكون مستخبي في كيس بلاستيك كبير فما بيشوفهوش. ولما بيجي جون يقوم تاني بيكون مفعول المصل بدأ يشتغل، وجون ما بيكونش متزن، لكن على الرغم من كده ما بيستسلمش وبيكمل خطته علشان يهرب. ومن الناحيه التانيه بيكون نوح مستني جون بره وعمال يسأل نفسه اذا كان جون هيعرف فعلا يهرب ولا لا. اما جون فبيروح يخش اوضه وبيقلع لبس المساجين وبيلبس كاب علشان يخبي وشه وبيطلع في فتحه التهويه، وده لانها بعيده عن عيون الحراس. لكن لسوء حظ جون بيكون في ضابط معدي بالصدفه فبيسمع صوت جاي من فتحه التهويه، فبياخد عصايه وبيبدا يخبط عليها، وده لانه بيفكره فار. وجون تاثير المصل بيبدا يزيد عليه لدرجه انه كان هيفقده وعيه، لكنه برضه بيكمل لحد ما بيخرج من فتحه التهويه وبيفضل يتسند لحد ما
ما بيختلط بالناس اللي جاية زيارة للمساجين، وبيبقى فاضل بالظبط 3 دقايق على ميعاد الخروج، فبيكسر ساعته وبيقطع بالإزاز شنطة الأكل بتاع الست المسنة اللي جنبه، ولما بيقع الأكل بتاعها بيستغل جون الفوضى اللي حاصلة وبيقوم يخرج وسط الناس. وأخيرا جون خرج من السجن، لكنه ما بيلحقش يفرح، وده لأنه أول ما بيخرج من باب السجن بيكون المصل خلاص دمره، فبيقع على الأرض وبيغمى عليه. بعدها على طول بنروح ليوهان وهو بيتفرج على سباق العربيات، وبيقترح على منظم السباق إنهم يضيفوا زرار في العربية يقدر يخلي المتسابق لما يضغط عليه ينشر قشر موز ورا العربية، وده علشان يزحلق باقي العربيات فتتقلب على بعضها وتبقى حادثة كبيرة. فبيعترض المنظم وبيقول له إن السواقين بتوعنا ممكن يتصابوا ووقتها هتكون مشكلة، وفي وقتها على طول بيأمر يوهان المساعدة بتاعته إنها تنهي الرعاية بتاع فريق العربيات بتاعهم. ولما بيروح البيت بتوصل مديرة أعماله اللي بتسأله إيه اللي عمله خلاه مبسوط قوي كده، فبيقول لها إنه لقى أخيرا لعبة مناسبة، فبتقول له يا ترى إيه اللعبة الممتعة اللي لقيتها، فبيقول لها اللعبة في ودنها، فبتضحك وبتتبسط أكتر منه وبتقول له ده اللي كنت متوقعاه منك، فبيطلب منها قائمة فيها كل العملاء بتوعهم المرتبطين بوزارة العدل، فبتقول له هنجيب كمان شركة أمن أجنبية. بعدها على طول بنعرف اللي قرر يعمله لما بنشوف المفوض العام داخل مكتب مدير السجن ومعاه يوهان، وبيستغرب مدير السجن لما بيلاقي المفوض العام بيحترم يوهان وبيسمع كلامه، وكمان بيأمر مدير السجن يسمع كلام يوهان في أي حاجة يقولها. وأول حاجة يوهان بيقولها له إن ليه علاقات ومعارف كتير، وبعدها بيديله ظرف فيه أوراق عن الخطة اللي عاوز ينفذها، وبيديله سبيكتين دهب سعر كل واحدة فيهم 200 مليون، وبيقول له لو نفذت الخطة اللي أنا مديها لك هديك 5 سبايك غيرهم، إنما بقى لو رفضت فأنا هفضح سر إنك مختلس. وبيقول له على الخطة بتاعته، وهي إنه عاوز منه أخطر المجرمين والقتلة اللي في السجن، ويا سلام لو وسطهم واحد هم بيكرهوه، وده علشان يستخدمهم في سباق سيارات، بس السباق ده من نوع تاني، وده لأن السباق ده اللي بيخسر فيه بيموت، وطبعا مدير السجن بيوافق وما بيقدرش يرفض. ومن ناحية تانية بيقدر الشرطي يانج إنه يوصل للخطة اللي نفذها جون بالظبط، وبيتتبع كل حاجة عملها لدرجة إنه بينفذ خطة الهروب تاني بنفسه لحد ما بيخرج من بوابة السجن. أما جون فبيفوق في مستشفى السجن، وبيقول له الدكتور إنه اتكتب له عمر جديد بسبب نوح، وده لأنه جابه بسرعة المستشفى، ولولا كده كان زمانه دلوقتي ميت. وبيعرفوا إن حد سمه بسم فران، ولولا الفيتامينات اللي كان بياخدها أخرت مفعول السم كان زمانه في خبر كان. وبيسيبوا الدكتور ويمشي، وما بيكونش جون قادر حتى إنه يقف على رجله، وبيجي له الشرطي يانج وبيقول له إنه عارف إنه ما أخدش السم ده بنفسه، وإن حد حطه في الأكل بتاعك علشان يموتك، وبيلوم نفسه علشان ما كانش مراقبه كويس وإنه كان متساهل معاه، وبيحييه على ذكائه في خطة الهروب اللي عملها. وبيعرفه كمان إنه متحول للتحقيق بمجرد ما يتعافى من اللي هو فيه. وقبل ما يمشي بيقول له جون يشكر نوح إنه أنقذ حياته للمرة التانية. بعدها بيشكر يانج نوح زي ما قال له جون، وبنشوف جانج وعصابته واقفين يتكلموا عن اللي عمله جون، وإنه حاول يهرب وتسمم بسم فران إلى آخره. فبيقول جانج إنه واثق إن جون بيخطط لحاجة. بعدها بنشوف مدير السجن وهو بيأمر إن ديكسو يخرج من الحجز الانفرادي، وأول ما ديكسو بيخرج بيدور على جون، ولما بيعرف إنه في العيادة بيكون في طريقه ليه هو ورجالته، وجون أصلا ما بيكونش قادر يتحرك من كتر التعب، وبيحس وقتها جون بحركة غريبة وإن كل اللي حواليه متحالفين ضده. وفي نفس الوقت بيشوف الشرطي يانج الدكتور بيدخن وسايب العيادة، فبيسأله هو ليه بيدخن وسايب المرضى، فبيقول له علشان ما يتحملش مسؤولية اللي هيحصل. فبيحس وقتها يانج إن في حاجة غلط وبيجري بسرعة على العيادة، وقتها بيكون ديكسو ورجالته وصلوا العيادة، وبيأمرهم ديكسو إنهم يقتلوا جون، فبيفضل رجالته كلهم يطعنوا فيه، لكن بيتفاجئوا كلهم إن اللي بيطعنوا فيها دي مخدة، ومرة واحدة بينزل لهم جون من السقف وراهم وبيبدأ يضرب فيهم، وبيضرب الأول في التاني في التالت، وبعدين بيمسك واحد ويحط السكينة على رقبته. فبتقف الرجالة وبتسأل ديكسو إيه العمل، وفي نفس الوقت بيوصل الشرطي يانج على العيادة، لكن رجالة ديكسو بيمنعوه فبيستحلف لهم. وبنرجع لجون اللي ما بيكونش قادر إنه يركز بسبب حالته الصحية، وبيواجهه ديكسو بإنه عارف إنه جسمه مليان سم فران، وبيوجه النور في عينه فبيتهجم عليه باقي الرجالة بسرعة، وبيتصدى لهم جون بكل قوته، لكنهم بينجحوا إنهم يسيبوه. لكن بالرغم من كده جون ما بيستسلمش وبيكمل ضرب فيهم. وفي مكتب مدير السجن بيكون عامل اجتماع لكل الضباط الفاسدين زيه، وبيبلغهم باللي ناوي يعمله، وبيطلب منهم يجهزوا ورق المساجين علشان يستخدموهم في شغل بره السجن، وبيعرض عليهم فلوس كتير جدا، وبيقول لهم اللي موافق ياخد من الفلوس دي وهديكوا اكتر لما نخلص المهمة. وطبعا كلهم اول ما بيشوفوا الفلوس بياخدوا منها، لكن وقتها الشرطي يانج بيشغل جهاز الانذار وبيطلب من فريق التدخل السريع يروح العيادة، فبتسيب الضباط الفلوس وتروح على العيادة بسرعة. وبنرجع تاني لجون اللي لسه شغال ضرب في الرجالة لحد ما واحد منهم بيمسكه وبيكون خلاص هيخلص عليه، لكن جون بيوصل لآلة حادة جنبه وبيضرب بيها اللي ماسكه، وبعدين بيكمل عليهم لحد ما بينجح انه يضربهم كلهم وبيتبقى ديكسو. وفي الوقت ده بتكون وصلت قوات الشرطة كلها على العيادة، لكن رجالة ديكسو بيقفلوا الباب وبيمنعوهم من الدخول. اما جون
جون، فبيفضل ديكسو يكلمه ويسلسل لحد ما بيقرب منه، وبيضربه غدر بأداة حادة أكتر من مرة. لكن جون برضه ما بيستسلمش وبيضرب ديكسو، وضربة من جون على ضربة من ديكسو بينجح في الآخر جون إنه يهزمه ويوقعه على الأرض، لكنه ما بيرضاش يقتله وبيضرب السكينة جنبه. وفي الوقت ده بتقدر الضباط إنها تفتح الباب، وقبل ما بيخشوا بيقول جون لديكسو كفاية كده، فبيقول له ديكسو لو عايزنا نوقف يبقى لازم تخلص عليا، وبيفضل ديكسو يستفزه، فبيكتفي جون إنه يطير له ودنه. وفي الوقت ده بتيجي أخيرا ضباط الشرطة وبيشوفوا منظر جون اللي ما بيبقاش فيه حتة سليمة حرفيا، فبيدخلوا المساجين كلها حبس انفرادي. وفي الوقت ده بيشوف جون أخوه في الحلم، وبيقول له جون إنه هيهرب تاني وهيلاقي اللي قتلوه. وقبل ما بيكمل كلامه بيلاقي واحد خطفه من زنزانته، وبيخطفوا كمان كل المساجين اللي جنبه وبيدخلوهم كلهم عربية وبيعلقوا ايديهم. وبنعرف ان دول اللي مدير السجن اختارهم علشان ينفذ بيهم اتفاقه مع يوهان. وفي الوقت ده بيكون يوهان بيقرا كل ملفات المساجين، وبيقرا كمان تفاصيل الجرائم بتاعتهم. وبالمناسبة بيكون عددهم 12 مسجون. واول ما بيشوف ملف جون بيستغرب. بعدها بنرجع بالزمن 5 سنين لورا قبل ما جون يخش السجن، وبنشوف شاب اسمه كيونج قاعد في وسط فوضى ماليه البيت، وبيتكلم في التليفون مع والده وهو بيشرب كحول ومش في وعيه، وبيعرفه ان حصل خلاف بينه وبين حبيبته، وبسبب الخلاف ده اتخانقوا، وهي دلوقتي مش بتتنفس، وحرفيا البنت ما بيكونش في وشها اي مكان سليم، وبيسأل ابوه يعمل ايه. بعدها بنشوف يوهان وهو وسط رجال اعمال كبار، وبيتكلم معاهم بمنتهى التكبر، وبيقول لهم ان هو رئيس الشركه اللي كسبت المناقصه دي، وان شركته مسؤوله عن امن البيانات، فالشركه دي قادره انها تعرف انتوا فين وبتعملوا ايه، ده كمان ممكن تعرف حتى الامراض اللي عندكم، بس انا مش عايز اعمل كده عشان الموضوع مش مهم بالنسبه لي. وعلشان واحد منهم بيرفع له صباعه بتهديد بيستناه بعد الحفله، وبيقطع عليه الطريق وبيطير له صباعه، وبياخده معاه البيت وبيحطه على تمثال من ضمن التماثيل بتاعته. بعدها على طول بيجي له تليفون من النائب بيك، واللي بيكون ابو كيونج اللي شفناه من شويه، وبيقول له انه عاوزه يلم الموضوع ورا ابنه، وهو هيديله اي مقابل هو عاوزه. فبيقول له يوهان انه ما بيفرقش معاه فلوس، لكن بعد ما يخلص المهمه كل اللي محتاجه انه يشتري له تمثال معين. وعلى طول بيبدا يوهان خطته، وبيخش اوضه مليانه شاشات عرض لكل مكان فيه كاميرات، وبيبعت فريق ادله جنائيه كامل على مكان الجريمه، وهناك بيحطوا كاميرات بتعمل مسح للمكان كله وبتعكسه كهولوجرام ليوهان، فبيبقى يوهان كانه في البيت بالظبط، وبيبدا يحلل ويدقق في كل التفاصيل وبيتخيل كل حاجه حصلت. وبعد كده بيبدا يدور على ضحيه يلبسها الجريمه، ومن حظ جون الاسود انه كان بيوصل اوردرات في المكان ده طول اليوم اللي حصلت فيه الجريمه، فبيبدا يراقبه في اي مكان يروحه، سواء بقى عن طريق كاميرات الشارع او انه يبعت حد وراه بكاميرا، وبيعرف كل حاجه عنه بادق التفاصيل، من انه عنده اخ وعنده حبيبه ومهتم بالزرع. وعلى طول بيبدا تلفيق التهم، وبيبعت فريق لبيته بعد ما بيخرج منه، وبيبداوا يجمعوا كل حاجه مهمه هتساعدهم، وهو بيدقق بنفسه في كل حاجه، وبيخليهم يجيبوا جوانت معين هيحتاجوه، وبيقدروا انهم ينسخوا بصمته، وبيعملوا جوانت تاني بينقشوا عليه بصمته، وبيرجعوا تاني لمكان الجريمه، وبيخلي فريق الادله الجنائيه يمسحوا اي اثر او بصمات موجوده هناك لكيونج، وبينشروا بصمات واثار جون في كل مكان، حتى تفصيله الصور ما بينساهاش، لكنهم ما وصلوش للصور الاصلي، فبيحطوا واحد شبهه. وبيروح بعدها مساعد يوهان يخلص على اخوه وياخد الصور الاصلي، وهو برضه اللي بيحط الضحيه في الشنطه اللي هي نفس الشنطه بتاع الست المسنه، ويوهان بيأمرهم يحطوا الزرع الدبلانه في طريقه وهو نازل. وبكده اتفصلت القضيه لجون، وده علشان يلبسها من غير ولا غلطه. بعدها بنرجع تاني لوقتنا الحالي مع المساجين وهم بينزلوهم من العربيه، وبيدخلوهم اوضه مليانه اكل، وبياكلوا كلهم بنهم الا جون اللي بيكون بيستكشف المكان اللي حواليه، وبيكون لكل واحد منهم اوضه خاصه، وبيروح كل واحد منهم على اوضته. وبعد ما بيناموا بيخرج جون من اوضته وبيحاول يهرب، لكنه بيتمسك بسهوله وبيتضرب عليه نار، وده لان المكان هنا متامن اكتر من السجن نفسه. وبيجي له يوهان وبيعرض عليه انه لو عايز يرجع السجن هيرجعه بنفسه، فبيسيبه جون ويمشي، لكن يوهان ما بيسيبهوش وبيفضل ماشي وراه يستفزه. فبيقف جون ويا دوبك بس بيبص له بيلاقي كل الليزر متصوب عليه، وبيساله جون ايه السبب اللي جابهم هنا علشانه، فبيقول له يوهان ان في مسابقه هتتعمل هنا قريب واللي هيفوز فيها ليه هديه كبيره، وبيلمح له ان شكله مألوف بالنسبه له، وبيساله باستهزاء انت مشهور ولا ايه. بعدين بيضحك بمنتهى الاستهزاء وبيقول له ما كل اللي هنا مشاهير، وبيسيبه ويمشي. فبيمشي جون لاتجاه اوضته، وهو في الطريق بيجي له جيونج، وده الشخص اللي كان بعته ليه ديكسو يخلص عليه في الزنزانه، وبيترجاه يجي معاه، ولما جون بيرفض بيقول له انه في صفه وبيصر عليه علشان يجي. وبعد ما بيروح معاه كالعاده بيطلع كمين من ديكسو ورجالته، ولسه جون هيمشي بيمسك جيونج فيه وبيترجاه ما يمشيش، فبيروح جون ويقعد قدام ديكسو ورجالته، ويا دوبك بيحس بالغدر منهم بيستعد هو كمان، لكن الامن بيضرب نار ويوقفهم. وقتها بيقول له ديكسو انا مش هسيبك، كده كده هيجي يوم واخلص عليه. تاني يوم بيخرجوا كلهم بلبس ابيض موحد، وبيقابلوا يوهان اللي بيبدا يرحب بيهم من خلال شاشه عرض قدامهم، بيبدا
وبيبدأ يشرح لهم اللي هيعملوه وبيعرفهم إن ده ميدان لسباق السيارات، كل واحد فيكم هيتسابق بعربيات تتحدد له عشوائي ومفيش أي قواعد نهائي في السباق، اللي عاوز يعمل حاجة يعملها. ويا دوبك واحد بيعترض على كلامه، في ثانية بياخد يوهان السلاح من الأمن وبيخلص عليه وبيكمل كلامه وبيقول لهم إن اللي هياخد المركز الأول في السباق هيكسب 5 مليار وون، كل واحد على لبسه رقم، والرقم ده هو رقم جراج عربيتك، ودلوقتي تقدروا تروحوا لعربياتكم علشان المرحلة الأولى من السباق هتبدأ. بعدها بنشوف كيونج ابن النائب بيك، وده اللي جون لبس القضية مكانه، وبيكون داخل المكان ومنبهر بكل اللي فيه، وبيكون كمان مع المتهم التاني، وده اللي لبس قضيته عامل التوصيل التاني وخلص على نفسه في السجن، وبيتكلموا هما الاتنين وانهم خلاص بقوا احرار، وده لانهم فاكرين ان جون مات، وبيطلعوا ليوهان وبيرحب بيهم وبيعرفهم ان ناوي يعمل سباق حياة او موت، فبيتحمسوا جدا للفكرة وبيسألوه هما الاتنين عن دورهم، فبيقول لهم يوهان ان انتوا اللي هتجيبوا عملاء علشان يراهنوا بعد ما يشوفوا السباق، وبعدها ممكن نأسس نظام مراهنة موثوق ونروج له على الدارك ويب، وبكده نقدر نستضيف بلدان مختلفة. فبيسألوه عن الجائزة المالية اذا كان فعلا ناوي يديها لهم، فبيقول لهم ايوه انا وعدتهم، لكن ده لو خرج واحد منهم حي، اما المساجين فكل واحد بيروح لعربيته، وبتكون العربيات مش شبه بعضها، في عربيات منهم اصلا محتاجة صيانة. بعدها بيروح جيونج لجون وبيقول له الكل عمال يشكل تحالفات مع بعضه، ما تيجي انا وانت نشكل تحالف، وانا كده كده مش عاوز من الجايزة غير شقة وانت خد الباقي. فبيقول له جون موافق، وانا اصلا مش عاوز اي حاجة من الجايزة، ابقى خدها كلها لوحدك. فبيفرح جيونج. بعدها بيروح جانج ليوهان وبيقول له في كاميرات هنا في كل مكان، وبما انك قدرت تجمعنا هنا بالشكل ده فواضح كده ان مدير السجن بيسمع كلامك، وبما انك اشتريت المصنع ده كله وحولته لميدان للسباق فده مش هيكون السباق الاخير، فايه رايك اكون شريكك اللي جوه السباق؟ انت ممكن تطلب مني اي حاجه وانا هنفذها من غير تفكير. وفي اللحظه دي بتدي السكرتيره ملف جانج ليوهان وبيقول له يوهان واضح كده انك بتعرف تضحك على الناس، وده متوقع من واحد متهم في 18 قضيه احتيال. فبيتعصب جانج جدا وقتها لكن ما بيقدرش يعمل حاجه، وده بسبب الامن اللي في كل مكان. فبيضحك يوهان وبيقول له سيبنا افكر، واول ما بينزل من عنده بيجي له ديكسو وبيقول له الجايزه اللي انت عاملها دي انا مش محتاجها، انا كل اللي محتاجه اخلص على جون المتسابق رقم 9. فبيلمح له يوهان انه يقدر يعمل كل اللي هو عاوزه في السباق لان كل شيء وارد، لكن بره السباق لا. فبيفرح ديكسو جدا. اما جون فبيكون مع جيونج بيوريه عربيته وبيقول له جون انها محتاجه شويه تعديلات، وفي الوقت ده بيبدا المتسابقين يهجموا على بعض، وبيهجم رقم 4 على رقم 6 وبياخد منه مفاتيح عربيته غصب عنه، واللي بتكون عربيه دفع رباعي. وبيشوفوا جانج اللي بيبدا يسال نفسه هو ده مسموح، وبيبص للامن فبيلاقيهم ما بيتحركوش، فبيؤمر رجالته تدور على احسن عربيات. ويا دوبك لسه هيبدا خناقه مع واحد على عربيته، بيجي المساعد بتاعه يقول له ان رقم 10 مع عربيه رياضيه، ورقم 10 ده مين بقى؟ جيونج طبعا ومعاه جون. اول ما جيونج بيشوفهم بيجري على الجراج وبيقفل بسرعه وبيقول اللي بيحصل لجون، فبيركب جون عجل العربيات بسرعه قبل ما يخشوا، وبيركب جون وجيونج العربيه وحرفيا بيشيلهم من على الارض. ويا دوبك ديكسو بيلمح جون راكب العربيه بياخد على طول عربيه الدفع الرباعي اللي المساعد بتاعه سرقها ويروح وراه، والجنج طبعا ما بيسكتش بيروح يركب عربيته وبيروح وراهم هو كمان. ولما بيبلغ الامن اللي بيحصل ليوهان بيقول له يسيبهم، والجون عشان بيعرف يسوق كويس بيقدر انه يهرب ويبعد عن ديكسو على قد ما يقدر، لكن ديكسو بينجح في الاخر انه يوصل لجون وبيسوق على اقصى سرعه وبيخبطوا خبطه بيعطل بيها العربيه لدرجه انها ما بتتحركش، وبيرجع بالعربيه تاني لورا علشان يخش فيهم تاني يخلص عليهم. لكن جانج بيجي قدامه فجاه بعربيته، وقتها كلهم كانوا ينزلوا يتخانقوا مع بعض، لكن الامن بيضرب نار ويوقفهم. بعدها بيحاول جيونج وجون يرجعوا العربيه للجراج، بس فجاه بيسمع جون صوت جاي من محرك العربيه، ولما بينزل يشوف المحرك بيقول لجيونج يبعد بسرعه، ويا دوبك بيبعدوا شويه بس العربيه بتنفجر. لكن وقتها بيلاحظ جون فتحه جنبه، وقتها دماغه بتشتغل وبيفكر في الهروب تاني يوم بيروح جون ليوهان علشان يطلب منه ادوات يصلح بيها عربيته، لكنه في الاصل كان بيعرف اخر الفتحه اللي شافها هتوديه على فين، وبيفضل يستكشف في المكان حواليه لحد ما بيعرف كل المعلومات اللي عاوزها. وبعد ما بيخلص كلام معاه بيلاحظ جون ان عنده زرع دبلان، فبينصحه يزود للزرع ده فيتامينات. بعدها بيبدا جون يعدل على عربيته وبيفضل شغال فيها طول الليل. وعلى الغداء بيتكلم جانج ورجالته عن جون وانه سهل جدا ياخد المركز الاول، فلازم ولابد يخلصوا منه باي طريقه. وفي نفس الوقت بيجي له واحد من الحراس ويديله موبايل، ولما بيتكلم في الموبايل بيطلع يوهان اللي بيقول له انا موافق على عرضك وسايب لك هديه صغيره في عربيتك تقدر تستخدمها في السباق. واخيرا وبعد طول انتظار بيجي يوم السباق المنتظر، وبيبص جون ليوهان في الكاميرا بتحدي، فبيفضل يوهان يفتكر هو شافه فين قبل كده لكن ما بيفتكرش. بعدها كل واحد بيستعد ويركب عربيته وبيروحوا عند نقطه البدايه، وبيفكرهم يوهان ان مفيش قواعد في السباق وان اول واحد هيكمل 20 لفه هو اللي هيكسب. ويا دوبك السباق بيبدا بتخرج العربيه رقم 11 عن مسار السباق، فبيقول لهم يوهان يتتبعوها بالكاميرات. اما العربيه رقم 2 فبيكون صاحبها
صاحبها مركب تربو وبيشغله فبيسبق الكل، لكن فجأة التربو بيولع في العربية كلها فبيخبط صاحبها في حاجز وبتنفجر العربية بالكامل. وقتها بيمسك يوهان ملف جون وبيفضل يفكر نفسه هو شافه فين قبل كده، لحد ما بيبص على الزرع وبيفتكر الكلام اللي قاله عليه، ووقتها بيفتكر فبيبدأ يركز معاه أكتر وبيدي أمر الجانج إنه يدور على العربية رقم 9 ودي بتكون عربية جون، وفعلا بيقدر جانج إنه يوصل لها وبيفضلوا يخبطوا في بعض، لكن جون بينجح إنه يعدي ويهرب. وقتها رقم 6 اللي هو ديكسو بيخش من طريق مختصر وبيقابل جون من قدامه، ورقم 4 بيكون وراه، وبينجحوا الاتنين إنهم يخبطوا ويوقفوا العربية. وبينزل ديكسو وقتها من العربية وبيكون معاه سكينة وبيروح عند عربيته ولسه هيضربه، بيفاجئوا اللي في العربية إنه جيونج مش جون. أمال فين جون بقى؟ اتاري جون هو اللي كان راكب العربية رقم 11 اللي انحرفت عن المسار في أول السباق، ولما الكاميرات بتوصل للعربية بتلاقي العربية فاضية فبيفضلوا يدوروا عليه بالكاميرات، وفجأة جون بيخرج راكب موتوسيكل وبيدمر الكاميرا، بيفضل ماشي بالموتوسيكل لحد ما بيوصل عند ديكسو، وأول ما ديكسو بيشوفه بيجري عليه وجون بيكون رايح في اتجاهه بالموتوسيكل لحد ما بينحرف عنه وبيكمل في طريقه، فبيركب ديكسو عربيته وبيكمل وراه، وجانج هو كمان برضه بيفضل يدور عليه، ووقتها بيقول له يوهان يستخدم الهدية وبيعرفه مكان جون، فبياخد جانج الهدية وبتكون مسدس. وقتها جون بيكون موقف الموتوسيكل وبيربط فيه أنبوبة غاز وبيرجع يكمل طريقه، وأول ما جانج بيشوفه بيفضل يضرب عليه بالمسدس لكن ما بيقدرش يسيبه بولا طلقة. أما جون بقى فبيقدر يسيب كاوتش العربية بأنبوبة الغاز وبيقدر إنه يقلب العربية بجانج، ووقتها يوهان لما ما بيلاقيش فايدة بيغير قواعد اللعب وبيقول لهم انسوا كل اللي أنا قلته قبل كده، اللي هيمسك جون حي أو ميت هيفوز في اللعبة، ومش كده وبس ده كمان هياخد ضعف مبلغ الجايزة. وقتها بتبدأ كل المتسابقين يدوروا على جون، أما جون فيا دوبك لسه يتحرك بالموتوسيكل بيلاقي على طول عربية دخلت فيه وبيخرج منها ديكسو، وعلى طول ما بيدلوش أي فرصة إنه يقف بيروح عليه وبيفضل يضرب فيه، لكن اللي بيفصلهم عن بعض عربية بتيجي بقصد إنها تقتل جون وبيقوموا يكملوا خناق تاني، وبيقدر ديكسو يطعن جون في رجله وفي كتفه، لكن جون بيضربه وبياخد منه السكينة، لكن قبل ما يلمسه بتيجي عربية تانية وتطيره من على الأرض وبينزل اللي فيها يمسك جون، لكن جون برضه بيقدر يضربه هو وديكسو وبيقع على الأرض، ويا دوبك لسه بيقوموا بتيجي عربية تانية تخش في جون لكنه بيتفاداها فبتخبط ديكسو، وأخيرا بيقوم جون على رجله فبتجيله عربية تانية من وراه تخش فيه، ويا عين الواد من كتر الضرب ما بقاش قادر يقف لكنه برضه بيقف ويروح يضرب ديكسو. يوهان وقتها قال ما بدهاش بقى وراح مسك قناصة وكسر الإزاز وخرج وبيبدأ يضرب على جون، وها هنا وصلنا لقمة الجنون، وأول طلقة بيضربها يوهان بتيجي في واحد كان ماسك جون تخلص عليه، وبيكون يوهان قصد يعمل كده علشان يرعب جون، وبيضرب تاني طلقة والتالتة والرابعة وبيفضل جون يتفاداهم على قد ما يقدر لحد ما بيوصل للموتوسيكل وبيركبه بسرعة ويوهان بيعبي الطلقات ويمشي بيه، ويوهان لما ما بيقدرش يجيب أي طلقة فيه بيؤمر الأمن كلهم يمسكوه، لكن وقتها بيكون جون وصل للمكان اللي عاوز يوصل له خلاص، ولما الكاميرا بتقف قدامه وبيشوفه يوهان بيبص جنبه، وقتها بيدرك على طول اللي جون ناوي يعمله وبيعرف إن اليوم اللي هو طلع له فيه كان بيدرس المكان ويعرفه كويس وبيفضل يضحك. أما جون فبيمسك حديدة وبيفتح بيها أنبوبة الغاز اللي بتطير تخبط في عربيات قدامه كانت مشكلة حاجز وبتعمل انفجار كبير جدا، وبينطلق على طول جون بأقصى سرعة ناحية الفتحة، ويوهان بيفضل يراقبه بالقناصة بتاعته وبينجح أخيرا إنه ينط بالموتوسيكل من منحدر، ويوهان كل اللي بيقدر يعمله إنه بيضرب عليه آخر طلقة، وجون وقتها بيكون باصص له في عينه، فيا ترى جون هيقدر يهرب المرة دي ولا هيفشل برضه يرجع للي كان فيه، وهل لو هرب هيقدر ياخد حقه ولا لا؟ استنونا في ملخص الجزء الثاني من حكاية جون في الأيام اللي جاية إن شاء الله، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واللايك والاشتراك والكلام الجميل ده علشان يوصل لكم باقي الملخصات إن شاء الله، وسلام.